وخد دي مني وارميها البحر، منتخب مصر هيكسب افريقيا 2024. في افريقيا 2006 كله قال لك دروجبا وعبد القادر كايتا وكولو توريه، يعني من الاخر كوت ديفوار اللي هتاخدها، ومنتخب مصر كان بره الصوره خالص. بس في الاخر مصر وصلت نهائي وخدتها من كوت ديفوار. في 2008 قال لك مصر من المرشحين، بس مش المرشح الاول يا جدعان، ده الكاميرون فيها وكوت ديفوار فيها يايا توريه ودروجبا والجيل الجامد ده، ومصر ما عندهاش غير حته محترف اسمه محمد زيدان، ما كانش لسه عمل الشقاوه اللي عملها في كاس الامم 2008، يعني ما كانش ليه رصيد كبير عشان تخش مصر وتاخد البطوله. ومن مين؟ من الكاميرون اللي كان فيها دخلنا 2010 قال لك ده غانا عندها جيل شباب عالمي وكل محترفين، وغانا ادائها في البطوله دي كان حرفيا يخض. واحنا كان عندنا خناقه كده قبل كاس الامم، ميدو مش موجود وجه بداله جده، ومين جده ده يا جدعان؟ اللي حسن شحاته جابه من الاتحاد عشان نخش كاس الامم ونوصل مع غانا نهائي، واللي يكسبك البطوله جده بتاع الاتحاد. يقع بعدها منتخب مصر من 2010 ل 2021، انتكاسه ما شافتهاش الكره المصريه من سنين، لحد ما جالنا كارلوس كيروش ولعبنا بطوله محترمه، رغم اننا ما كناش حتى نحلم نوصل لنص النهائي ولا حتى ربع، وصلنا للنهائي وكنا هنفوز بالبطوله. كل الحدوته دي بحكيها لك ليه؟ عشان برضو السنه دي منتخب مصر مش مرشح انه ياخد البطوله، رغم ان لسه واصل نهائي البطوله اللي فاتت، بس الكل بيقول لك القماشه مش ماشيه. مع كامل احترامي القماشه دي احسن من قماشه البطوله اللي فاتت، خد دي مني وارميها البحر، منتخب مصر هيكسب افريقيا 2024. مش عشان انا اجمد منتخب، ما هي لو ماشيه باجمد منتخب ما كانش ميسي خد كاس العالم اللي فات. في رايي اللي انت ممكن تشوفه ملوش لازمه، الكوره هتحب صلاح في البطوله دي. طبعا ده مش سبب كفايه، في شويه اسباب منطقيه، واللي منها عندي لعيبه كتير اتطورت قوي، واولهم طبعا مصطفى محمد. مش محتاج بقى احكي لكم كتير، مصطفى محمد مكسر الدنيا في فرنسا، وعندك عمر مرموش اللي برضه مكسر الدنيا في المانيا، ده غير نضج وتطور محمد عبد المنعم مع الاهلي، اللي من وجهه نظري مظلوم انه بيلعب في الدوري المصري ولازم يحترف في اسرع وقت. في لعيب زي محمد هاني اللي بنشوفه بيكسر الدنيا في كاس العالم للانديه، عندي فضول اشوف هاني في البطوله دي هيعمل ايه. وكده كده معاك واحد من احسن لعيبه في العالم، واللي جاي لك بفورمه تنينيه ناريه، ده غير ان معاك مدرب محترم بيلعب بمدرسه متوازنه، لا بيركن اتوبيس ولا سفاح هجوم، ده غير الروح اللي بين اللعيبه اللي هتشوفها في الماتشات وفي التمرين. كل ده برده مش كفايه عشان اخد البطوله، لازم سنه التوفيق اللي ربنا بيكرمنا بيها. فانت لو مسكت منتخب زي السنغال لعيبته كلها محترفين، او منتخب زي المغرب لعب كاس عالم عالمي، منطقيا تقول انا استحاله اخد كاس الامم. بس انت يا صديقي عارف ان الكوره ملهاش منطق، وان الفنيات مهمه بس الروح اهم. فترشيحي يا صديقي للمنتخبات اللي هتاخد كاس الامم باذن الله: في المركز الخامس كوت ديفوار، منتخب عنده اسماء جيده والبطوله على ارض. في المركز الرابع منتخب الجزائر، منتخب تقيل وعنده اسماء محترمه بس فقد شويه هويته من بعد 2019. في المركز الثالث منتخب السنغال، ايوه اللي فاز بالبطوله اللي فاتت. في شويه نجوم كده في منتخب السنغال وقعت شويه، اولها مندي حارس المرمى اللي خرج من الدوري الانجليزي عشان مستواه واقع حبتين، تانيها نجم فرقتهم ساديو ماني اللي كان بيلعب دوري انجليزي وتشامبيونز ليج، احتكاكه بقى في الدوري السعودي واي بطوله في اسيا. خلي بالك الاحتكاك ده بيأثر على رتم اللعيب في الملعب. اسماعيل يسار ساب الدوري الانجليزي وراح فرنسا عن طريق مارسيليا، وتحسه كده مش نفس المنتخب الشرس اللي هياخد البطوله السنه. في المركز الثاني منتخب المغرب اللي المفروض يكون معانا هنا في المركز الاول نتيجه قوه السكواد ومدربهم الرجراجي الجامد قوي، بس في اعتقادي منتخب المغرب في افريقيا مش هيبقى نفس النسخه اللي كانت في كاس العالم. في المركز الاول والشيء اللي هتشوفوه غير منطقي وده توقع مني، منتخب مصر. هتعتبرني مش بفهم، هتعتبرني بهبت. بالمناسبه العبد لله توقع ان ليفربول السنه دي ياخد الدوري الانجليزي في عز ما كانش فيه اي صفقه، والشتاء خلص وليفربول في المركز الاول. التوقع مش بيبقى اغلبه قايم على المنطق، بيبقى اغلبه قايم على شويه معطيات واحساس، وانا مش اليسا والله ومش ملك احساس، بس عندي توقع ان المنتخب هياخد كاس الامم. وتعالى نتفق على حاجه، هتتريق انت عليا دلوقتي ولما المنتخب يخرج من البطوله ده بعد الشر يعني، وهفشخك تريقه لو المنتخب كسب البطوله. امين. هشوفك ان شاء الله بعد كل ماتش المنتخب في البطوله، استناني عشان في شغل جامد قوي جاي.